السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالي يا ست الكل أقولك على سر هيخلي السبانخ معاكي خضرة حتى لو انت مفرزاها. عايزة أقولك مش هتفرقي بينها وبين اللي لسه جاية طازة. شايفين لونها أخضر وزي الفل ولا جمال الطشة اللي فيها؟ بجد مين يقول اللي دي كانت متفرزة؟ يلا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. هقولك على سر دلوقتي هيخلي السبانخ معاكي خضرة وزي الفل. اول حاجة انا جبت حلة وحطيت فيها بصلاية مفرومة. عايزة اقول لكم البصل ده انا كنت مفرزاه كمان. هحط فيها كده معلقة كبيرة من الزبدة او السمنة واديها تشويحة لحد ما البصلاية تدبل معايا. لو تابعتيني لحد هنا ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ونعمل كده اللايك هو ايه اللي هيرفع الفيديو. وننزل كده في التعليقات نصلي على النبي. هنديها كده تقليبه كويسه لحد ما لونها ايه يصفر. انا مش عايزاها تحمر خالص. وهنزل عليها بقى بالطماطم. انا عصره طماطم هنا وهسيبها كده ايه تتسبك. احط لها التوابل. عايزه اقول لكم اللحمه طبعا انا سلقاها على جنب الاول. حطيت بقى ملح وهحط بقى كمون وفلفل معلقه صغيره يعني ومعلقه صغيره من الفلفل ومعلقه صغيره كده ايه من الكزبره الناشفه لاني كده كده هحط كزبره تاني في الطشه. والشطه دي اختياري على حسب ما انتي ايه عايزه. اسيبها كده تتسبك وتعالي بقى اقولك على السر بقى اللي هيخليها ايه خضره معاكي وزي الفل. طبعا انا مفرزه السبانخ دهيت وهقول لكم على طريقه تفريزها. انا طبعا بقطفها وبغسلها الاول وبقطفها كويس واخليها تنشف انشفها خالص في الفوطه وبرجع ايه افرزها اخليها في الاكياس. طبعا ما بحطلهاش كزبره. بخلي الكزبره دي في الاخر خالص لما باجي اسويها. يعني انا بفرزها من غير الكزبره. بخلي الكزبره دي لما باجي اسويها على اساس تبقى لسه جايه فريش كده تديها لون الخضار وريحه الكزبره تفضل في السبانخ قويه. انتي لما بتيجي تفرزي الحاجه بتحسي ان ريحتها متغيره ولونها برضو ايه بيغمق شويه. لكن الكزبره لما بتحطيها وهي لسه جايه فريش كده بتديها لون خضار وريحه قويه كانك لسه جايبه السبانخ طازه. هفضي بقى السبانخ اللي انا مفرزاها دهيت زي ما قلت لك انا مفرزاها وشايلاها من غير الكزبره. طبعا مجرد ما بحطها بقى في الحله كده هي بتفك اصلا. طبعا الكيس دوت يعني ايه بتاع ربع كيلو من السبانخ. فانا هحط كيسين على ربط الكزبره. الكزبره بقى لما بتيجي بقى وهي لسه جايه خضره كده بتبقى ريحتها قويه وجميله. عايزه اقولك مش هتفرقي بينها وبين السبانخ اللي جايه طازه في اللون. حتى بصي انا وانا بفكها اهو لونها مش غامق كمان لان انا بنشفها من الميه كويس قبل ما باجي افرزها. لو دخلت على اليوتيوب هتلاقي فيديو للتفريزات هتشوفي اللي انا مفرزاه السبانخ وانا مفرزاها. طبعا بقى هي كده خدت غلوه. هنزل بقى عليها كده ايه بشويه شوربه واللحمه بتاعتي. طبعا اللحمه دي انا كنت سلقاها. احط كده كام كبشه من الشوربه واللحمه في قلبيها بتديها طعم حلو قوي. بقالنا كتير ما عملناش خضار. يعني من قبل اواخر رمضان كده ما عملناش خضار خالص. مقضينا بقى النواشف وحاجات بقى ايه سندوتشات والكلام ده كله. بصوا شايفين اللون بتاعها تحفه. لونها اخضر وجميل ازاي ولا كانك مفرزاها. وما اقولكوش بقى على الريحه. هي كده خلاص كانت استوت. طبعا السبانخ ما بتاخدش سوا خالص وانا ما بحبش احط لها ولا حمص ولا رز. على العين التانية بقى هنا جبت طاسه وحطيت فيها معلقه كبيره من السمنه او الزبده وجبت معلقه توم كبيره مهروسه. طبعا انا حطيت معلقه توم مفرومه على هريسه شطه. تقدري تحطي توم بس لو انت عايزه. مجرد بس ما تفك كده وتاخد لون هنزل عليها بمعلقه كبيره من الكزبره الناشفه.
اعمل لها طشه حلوه كده. عايزه اقول لكم الريحه كانت قلبه البيت كله. ما تسرحيش، خليكي معايا. يلا بقى نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اول بقى تاخد كده معايا لون، انزل بقى عليها بالسبانخ واغطيها عشان تاخد بقى الطعم والريحه بتاعت التوم دي، بتوديها في حته تانية. هي كده بقى خلاص احمرت معايا. هنزل بقى ايه بالطشه دي كده على السبانخ. سامعين صوت الطشه؟ وما اقولكوش بقى على الريحه، انا اللي شماها. طبعا السبانخ بتحب الطماطم تكون كتيره شويه عشان تدي اللون الاحمر ده كده مع الخضار، بيبقى طعمها تحفه. وكده كانت الاكله خلصت معايا والله، ولا كانها متفرزه. طبعا كنت عامله جنبها كده شويه رز بشعريه. عايزه اقول لكم يعني بجد جميله جدا جدا جدا. اتمنى تجربوها، واستنوني في وصفه جديده من وصفات لومه، واشوف وشكم على الف خير.